الشرقية والعربية، والله أساس الفتنة وأساس السرقة وأساس كل شيء، كلها المغطين عليهم، ووكر مخابراتي قسم بالله العظيم على وأكثر سياسيين يخافون من عندهم، مو بس السنة، شيعة هماتين. سعر ابتزاز منو؟ الحلبوسي ليش ينطي 500 ألف دولار اللي هي نص مليون دولار بالشهر، اللي هي مستعدة تعيش عوائل كثيرة أهلنا بالأنبار وبالرماد وبالفلوجة وحديثة وراوة، بس ما أعرف والله ليش جاي ينطي. والحلبوسي بنفسه حكى وقال التقيت من فمك أدينك، قلت التقينا بعمان بالبزاز وقال هيك وهيك واحنا هاي البلد هذا مو حكومتنا ونريد نخرب هذا البلد. فانت شلون تعطي 500 ألف دولار؟ صالحتوا العافية عليكم. شبيه الشيء منجذب إليه. طبعا ألف تحية للشيخ طالب الخربيط النائب السابق عن الأنبار على هاي الشجاعة، وهذا الأمر مقدم أمام ضار رئيس الوزراء السيد السوداني حتى يكشف هذا الملف الخطير. نصف مليون دولار شهريا تمنح لقناة همها الأول والأخير الإساءة وإشاعة الفوضى بالبلد. عيب على الدولة وعلى رجال الدولة إذا يقبلون بهذا الوضع. زين معقولة سعد ابتزاز والشرقية تستلمون نصف مليون دولار بالشهر وما شفتوا خبر الشيخ اللي اغتصب الأطفال؟ يلا جزء ملتين تحسبون بالفلوس عادي ما شفتوه. وانت الحلبوسي اشو منا نص مليون دولار للشرقية بالشهر، منا شركة جي بي آر تنطيها عقد ب600 ألف دولار شهريا حتى يدعموك ويدعمون حزب تقدم إعلاميا ويدعمون أي لوب سياسي تابع لك. وهاي الشركة معروفة ومستشارها رئيس وزراء إسرائيل السابق يهود باراك. فلوس العراق كلها تايهة بالقنوات، كل واحد مسوي له قناة ويصرف عليها مليارات. عم إذا ذابين فلوس العراق على الإعلام كان الشعب ياكل يشرب، ترى الاعلام ما يحتاج لهالقد مليارات. مصطفى لغى اعلام بسيط بوحده وبابتسامته البسيطه واسلوبه، لين اعلام موضوعي. لو 1000 قناه من قنواتكم ما تقدر توصل للانتاج اللي جاي يقدمه ربع. عوفونا من ذولا. نرجع لموضوع الاطفال المظلومين المغتصبين. سؤال عامر الكبيسي ايش عجب ما شاف الموضوع؟ حلو عامر الكبيسي، انت ما تفاجئ منك، انت حتى لو ما ناشر هاي التغريده انت رجال كل فتره ترجع تاخذ درس خصوصي باحكام التلاوه بحيث حافظ حروف القلقله كلها. عفوا عامر براحته هذا الزايد.